حكايتنا النهاردة من داخل قصر عابدين، وهنحكي عن حاجة من الحاجات اللي كانت بتحصل جوه القصر. نرجع للزمن لورا شوية، أيام الخديوي إسماعيل. أول ما بنى الخديوي إسماعيل قصر عابدين كان في مجموعة كبيرة من العمال بيشتغلوا في القصر، في منهم النجارين وفي النقاشين ومنهم المنجدين وغيرهم كتير من أصحاب المهن والحرف المختلفة. من العادات اللي كانت موجودة وقتها إن كانوا بيبدلوا الستاير الخاصة بالقصر والمشايات وغيرها كتير من الحاجات المستهلكة في القصر، كانوا بيبدلوها كل سنة فترة سفر الخديوي الإسكندرية في الصيف. وفضلت العادة دي موجودة لغاية عهد الملك فاروق. فكان شيخ المنجدين بيبيع أي حاجة خاصة بالقصر عنده لأهل وسكان حي عابدين، لغاية ما بقت بيوت حي عابدين مفروشة كلها بالسجاجيد والمشايات والستاير الخاصة بقصر عابدين. وفي الفترة دي دخلت بعض البيوت الخاصة بأبناء البلد القادرين حنفيات المية ولمبات الغاز اللي بينوروا بيها، واتبنت وقتها بيوت على الطراز الأوروبي، ليها شبابيك بتتفتح وتتقفل، وليها بلكونات ليها سور حديد مشغولة وضرب زينات حديد أنيقة لسلالم البيت. كانت البيوت القديمة ليها مشربيات وشبابيك مش بتتفتح، لكن كانت بتترفع لفوق، وما كانش ليها بلكونات بتبص على الشارع. ولما اتبنت البيوت دي كان بيسكنها الأجانب، مع إن أصحابها كانوا مصريين، اللي كانوا بيرفضوا إن نساء البيت تظهر في الشبابيك أو البلكونات، وما كانوش بيخلوا حد يشوفهم. وبعد كده اتطور الأمر وسكن في البيوت دي بعض المصريين، وكان من عاداتهم قبل كده إن يسكنوا في بيوت من أبواب، زي ما كانوا بيقولوا كده، يعني ما حدش يسكن معاهم غريب، أهل البيت وبس، وما كانش يشاركهم فيها أي حد غيرهم. وفي نفس الفترة دي نورت شوارع الحي والحواري بتاعته بالمصابيح، وكانوا بينوروها قبل الغروب ويطفوها بعد الفجر. واللي كانوا مسؤولين عن المهمة دي هما مجموعة من العمال، كانوا بيبقوا ماسكين في ايديهم عصاية طويلة في آخرها شعلة علشان ينوروا بيها مصابيح الشوارع، وكانوا بيجروا جري جامد وكأنهم في سباق. أهل القاهرة أطلقوا على العامل المسؤول عن المهمة دي اسم عفريت الليل، وكانوا الأطفال بيغنوا لهم أغنية اشتهرت وقتها بتقول عفريت الليل ب7 رجلين. وبرضه اتعمل في الوقت ده على ناصية كل شارع في الحي حنفيات كبيرة للمية، وكان كل جنب حنفية موجود كشك صغير قاعد فيه شخص بيقفل الحنفية ويفتحها وقت ما يحتاجها الناس، وهي دي كانت مهمته وده كان عمله. وكان موجود في القاهرة وقتها 50 حنفية من الحنفيات الكبيرة اللي سموها الحنفية البلاشي، لأن الناس كانوا بياخدوا منها اللي بيحتاجوه من المية من غير ما يدفعوا فلوس، يعني ببلاش. وفي الوقت ده للأسف السقايين اللي كانوا بيملوا المية من نهر النيل في قرب ويشيلوها ويمروا بيها على الناس يملوا لهم مية، كانوا مش بيشتغلوا بسبب الحنفية البلاشي. وكانوا السقايين بيقفوا عند أبواب المساجد أو في أماكن تجمع الناس، ومعاهم كاسات نحاس بيسقوا الناس مية، وكانوا مشهورين بنداء معروف وهو مية يا عطشان اشرب. وفي ناس لما يشربوا المية من السقايين بيدولهم ملاليم صدقة مقابل المية. وبعض السقايين كانوا بيرشوا مية من القرب بتاعتهم قدام الدكاكين في الصيف مقابل ملاليم بيدفعها لهم صاحب الدكان اللي بيرشوا قدامه. وظهرت برضو مجموعة من السيدات بيملوا صفائح مية من الحنفية البلاشي وبياخدوها للبيوت اللي مقدرش أصحابها يوصلوا لها مواسير المية. كانت المجموعة دي من السيدات شكلت وقتها عنصر أساسي ومهم في الأحياء الشعبية، كانوا بيستخدموا صفائح البترول الفاضية ويملوا فيها المية وينقلوها للبيوت، كانوا بيسموهم الملاية، يعني اللي بتملي المية، لغاية ما بقت الملاية من أصحاب الحرف الجديدة في المجتمع، وهي حرفة توصيل المية للبيوت بدل السقايين اللي ليهم حارة مشهورة جدا باسمهم في حي عابدين، ولغاية النهاردة الحارة موجودة وبنفس الاسم
ودي هتبقى حكايتنا الفيديو اللي جاي إن شاء الله. انتظروا الفيديو وحكاية جديدة عن حارة السقايين. المصدر: كتاب حرافيش القاهرة للكاتب عبد المنعم شميس.